كان أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية من حجز كمية من اللحوم البيضاء، دجاج مذبوح غير منزوع الأحشاء غير صالح للاستهلاك البشري. تعود حيثيات القضية إثر قيام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية بخدمة خارجية ببلدية تالا حمزة. تم مشاهدة شاحنة نوع كيا غير مزودة بنظام التبريد ليتم توقيفها وتفتيش الصندوق الخلفي لها. تم معاينة وجود كمية معتبرة من الدجاج المذبوح بطريقة غير شرعية مجهول المصدر. على إثرها تم توقيف السائق البالغ من العمر 46 سنة بعد الاستفسار معه عن الوثائق التي تسمح له بممارسة هذا النشاط. أكد بأنه لا يحوز على أي وثيقة تسمح له بممارسة هذا النشاط بعد التنسيق مع أعوان قمع الغش لمديرية التجارة والطبيب البيطري التابع للمصالح الفلاحية لولاية بجاية. تبين بأن الدجاج فاسد وغير قابل للاستهلاك البشري. تم إنجاز ملف في القضية وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة مع إتلاف السلع المحجوزة. زيرتيوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.